اوعى تفتكر انه واحنا بناخد قرارات ان احنا جامدين جدا. يعني ساعات مثلا بنقضي على حاجات معينة، بنشيلها علشان معتقدين انها خلاص ما بقتش تصلح، مش المفروض تكون موجودة. سواء اذا كان افعال ناس بنشاور عليها ونقول ان هي حاجة مش مظبوطة ومش سليمة، او حاجات عن في الحياة عموما، يعني قرارات بناخدها وبنلاقي نفسنا واثقين قوي من القرار ده ان هو للخير. تعالوا كده اوريكم مثال ظريف سريع عن وانا بعمل الخير كان ممكن اذي ايه. من كام يوم كنت بنضف الزرعه دي يعني عندها شويه مشاكل كده، وانا ما بفهمش في الحاجات دي خالص يا جماعه، بس يعني الفتره اللي انا فيها عايشه دي انا يعني قررت ان انا اشتغل على شويه حاجات، من ضمنها ان انا اخد بالي من الزرع او افهم اكتر عنه او كده، وانا بحب اصلا وجود الزرع حواليا. طبعا قعدت بقى اقصقص في الحاجات وبتاع، وزي ما انتم شايفين كده يعني قررت ان انا اشيل الحاجات الزياده يعني. وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل لي فمشيت، يعني وقفت شغل في الحتة دي ومشيت، ويمكن اتلخمت في حاجة تانية، يمكن رحت اكمل بقى حاجة في حياتي او كده يعني. المهم النهارده الصبح بقى جايه بسقي الزرع، وبعدين ببص على الحاجات اللي انا كنت رامياها، فقلت خلاص بقى انا اكيد مش هولع نار هنا في البلكونه يعني. انا الحاجات دي مش محتاجاها خلاص. جايه ببص كده واشوف بقى عايزه اكمل شغلي اللي انا كنت معتقده ان انا كنت فله فيه، يعني انا كنت عارفه ان انا بعمل الخير، بنضف الزرع وبتأكد ان انا عاملة الصح المطلوب مني. وبعدين جاية بشيل بقرر بقى ان انا هاخد دي واشيلها بقى خلاص وهقصها. اتفاجئت بقى بالمشهد ده. سبحان الله، يعني انا كنت هشيل حاجة كان سهل قوي ان انا اقوم شايلة اصلا كل الستام ده كله خلاص اقصه. ماشي. الغصن ده، او ان انا يعني انهي حياة البتاع الزرعة عادي جدا يعني حقي. واصلا بقى اللطيف ان دي نفسها انا كنت قصاها، يعني كانت كسرت يعني خلاص خشبة بالنسبة لي. فانا دلوقتي بس اول مرة اخد بالي ان ده اللي حصل بعدها. من الاخر كده انا قررت ان انا ابقى فخورة بكام حاجة، من ضمنها اليوتيرنز. في حاجة اسمها سيستم اليوتيرن، انا مسميها سيستم اليوتيرن. لما الواحد يكون بياخد قرارات في حاجة، محتاج ضروري جدا 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 انه يبقى قادر، عنده مرونة وعنده قدرة. ودي مهارة، يعني عنده قدرة المرونة، وعنده قدرة في ان هو يلف ويرجع تاني. اول لما يلاقي نفسه بيفكر في حاجة وعايز يعني يعمل فعلا فيها الخير، محتاج يعيد النظر فيها قبل ما يحط يدب صباعه فيها كده، ويفكر تاني ايه اللي هو عمله، سمع في ايه، انا عندي شركة ولا لا في القصة دي، انا هاخد يوتيرن معناها ايه طبقا لاعتقادي اللي لازم يتضرب بالنار، ان انا كده هفق وبرجع في كلامي والناس هتدوس عليا، ولا ان انا بني ادمه مرنه، وان انا بني ادمه واثقه من نفسي وتقيله كده مع نفسي وفاهمه. مفيش حاجه اسمها ان هي الدنيا ثابته زي ما هي كل شويه. عشان كده في التشينج او في استراتيجيات التغيير لازم يكون كل شويه في اعاده النظر، في ريفيو لازم يتعمل، في اعاده النظر على الحال اللي دلوقتي واللي كنا فيه قبل كده، والتارجت بتاعنا هدفنا ايه من القصه. انا هدفي، لو احنا بنتكلم بقى على حاجه بسيطه جدا، مثال بسيط، انا هدفي ان انا اخلي الزرعه دي تفضل مكمله. انا عايزاها تكمل عشان تديني الحاجه اللي هي ممكن تديهاني من ريحه حلوه مثلا، او زهور مثلا، او انها تكون مدياني بس الشكل العام اللي هو عندي زرعه في البلكونه. كل ده جول، ده كل ده هدف انا عايزه اوصل له بمراعاتي للزرعه. لو انا دخلت في الزرعه وكنت غشيمه وخدت الافكار التقليديه الطبيعيه اللي انا عارفاها اللي هي الاي بي سي، وقلت اي ورقه شجر واي غصن ناشف انا هشيله واقصه، هل كان هيبقى عندي اوبشن ان انا يطلع لي خير تاني؟ هو ربنا بيعمل حاجات كده بسيطة ومحتاجة البني آدمين يتدبروا ويتفكروا ويبصروا ويعملوا شوية حاجات كده. احنا المحيط اللي حوالينا للأسف ما ساعدناش ان احنا نستمر نعملها. كل عصر هتلاقي فيه حاجات بتشتغل على انها تموت الحاجات دي، انك تبصر، مش تشوف بعينك، انك تشوف حقيقي، انك تفهم، تدرك، تستوعب، انك تبقى عندك مرونة في ان انت تشوف الحاجة بكذا شكل، انك ما تبقاش عندك خزي انك انت قاعد جنب الزرعة وبتبص على حاجات هتسميها تافهة بالنسبة للبلاد والدمار، والناس اللي مش عارفة تاكل وانت اللي مش عارف تاكل، والغلو الاسعار وتحطيم الامال اللي في موجود في كل حتة في الدنيا، والشغل والصراعات والناس والاكتئابات والخطف والبتاع
وتدمير المشاعر. ومش هينفع اتكلم عن المشاعر عشان مبقاش ضعيفه او ضعيف. واللي بيتسمى لعب ولهو ده دنيا، اوكي؟ ففيها شويه العاب كده، جيمز. فانت او انتي فكرتي ان القعده اللي انتي هتعمليها جنب الزرعه، وانك تبصي للتفاصيل، وانك تاخدي بالك انه بيطلع الروح، بيدب الروح من جديد في حاجه ميته، وتخيلنا ان دي تفاهه مقارنه باللي احنا بنخوض فيه، عقلنا هيكون بيتمرن على اتجاه ما بيساعدش الانسان انه يتدبر، بيخليك تبقى رايح ناحيه انك تبروسس او تشتغل من غير ما تقف لحظات وتاخد في بالك شويه حاجات، وتعمل حسابك عليها، وتمرن نفسك عليها، وتفهم بشكل منطقي، تمنطق الامور، وفي الاخر تقوم واخد قراراتك. فانت ممكن تبقى ماشي في حياتك واخد قرارات عادي جدا، والقرارات دي ممكن تبقى سليمه بالنسبه للمجتمع اللي انت فيه، يعني مثلا مؤسسه معينه، شغل، حياه، بيت، كل الكلام ده ممكن تبقى في وقت معين انت شاطر في الحته دي، فتبقى واخد بوزيشن كويس مثلا، بس انت ما خدتش وقتك في ان انت تتدبر الامور، فتفهمها وتعقلها. فانت ماشي على زي قديمه، على زي ما انت كنت قبل كده مثلا من 20 سنه او من 10 سنين، او لقطت الحاجات من الناس اللي انت شفتهم في الحياه فعجبك طريقتهم عشان هم نجحوا مثلا، فانت اخدت الطريق ده حمياني كده ما شاء الله، من غير اي حاجه، من غير ما تفهم. فبالتالي بقيت ماشي وعمال تستلف من اللي جنبك، تستلف من اللي جنبك، تستلف من اللي جنبك، لغايه ما في الاخر خالص انت ما بقيتش يور سيلف، انت بقيت تجميعة ناس، بس حتى السيلف بتاعتك ما اتكونتش، لانك انت مش قادر تقف تتدبر وتاخد بالك وتاخد قرارات، واخد بالك وانت بتاخدها وعن وعي. صباح الفل.